يا دكتور، هو في علاقة ما بين التوتر والحالة النفسية وما بين مشاكل العمود الفقري؟ طبعا. التوتر والضغط العصبي يعمل مشاكل في الجسم كله، مش بس في العمود الفقري. امال الناس اللي بيجي لها سكر عصبي وضغط عصبي، والناس اللي بيجي لها قولون عصبي، والناس اللي بتخش الاستقبال مع خبر سيء ماسكه قلبها وكرشه نفس وكل الاعراض الجلطه والفحوصات تطلع كويسه ما فيهاش حاجه، طبعا. موسم الثانويه العامه، طبعا ده الاستقبال ما بيفضاش من الناس اللي مش عارفه تاخد نفسها ومكتئبه وخايفه ومنهاره. طبعا احنا مش مكن، احنا بني ادمين وبنزعل وبنفرح، والصحه النفسيه والصحه الجسديه مشبكين في بعض. يعني كل ما كان البني ادم صحته النفسيه كويسه كل ما كانت صحته الجسديه كويسه، والعكس بالعكس. وكتير جدا بنشوف واحده جايه في العياده بتشتكي شكوى قد كده، ولما جوزها يجي معاها في الاستشاره ويهتم بيها الشكوى بتاعتها تقل وتبقى صغيره خالص، وتقول لي انا اتحسنت، وانا عارف ان اللي حسنها مش العلاج بتاعي، اللي حسنها ان جوزها جه معاها واهتم بيها. طيب بلاش. كم مره في العياده بنشوف كتير جدا واحده جايه للدكتور بتشتكي وفي وسط الشكوى بتدس كلام لجوزها عشان خاطر ياخد باله منها ويهتم بيها، والعكس بالعكس. فده كتير قوي. موضوع التوتر ده هيطول الكلام فيه، بس طبعا التوتر جزء اساسي من مشاكل العمود الفقري. طب اتعامل مع التوتر ازاي؟ هقول لكم على حاجه كده ممكن تنفع معاكم. ممكن نبص على كل مفردات الحياه على انها نعمه وعلى انها نقمه. تاني، كل مفردات الحياة يعني ايه؟ يعني الشغل، يعني البيت، يعني الاولاد، يعني المصاريف، يعني كل مفردات الحياة دي ممكن نبص عليها على انها حاجة سلبية وعلى انها حاجة ايجابية. يعني انا عندي مشاكل في الشغل والناس اللي في الشغل مش كويسين، دي حاجة سلبية. ومديري مزهق، طب الحاجة الايجابية غيري ما عندوش شغل اصلا، فغيري بيدور على شغل، غيري عاطل. البيت مش عارف فيه مشاكل ايه، والاولاد مش عارف محتاجين ايه، والمصاريف، طب غيري اصلا ما اتجوزش، ما وفقش، او انفصل، او ما عندوش اولاد وبيحلم يبقى عنده عيل شقي ويصدعه زي الابن اللي انت بتشتكي منه او البنت اللي انت بتشتكي منها. فكل مفردات الحياة نعرف نبص لها بشكل ايجابي وبشكل سلبي. انا فاهم ان الحياة ملنا ضغوطات، احنا في الدنيا مش في الجنة، خلقنا الانسان في كبد، لكن نعرف دايما نبص للحياة بشكل إيجابي وبشكل سلبي. في الآية بتاعت الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر، ده وعد بالفقر. والناحية التانية في آية تانية قصادها بتقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. فأنت لو قعدت تعد الحاجات اللي عندك اللي تشكر ربنا عليها، بعد ما توصل للحاجة العشرة انت هتحس انك احسن. جرب التمرين ده وجربوا التمرين ده. يعني لو قعدت قلت الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله على نعمة ابني فلان، الحمد لله على نعمة والدي، الحمد لله على نعمة والدتي، لو قعدت تعد النعم اللي عندك بصدق هتلاقي ان انت على ما توصل للنعمة العشرة بس انت عندك نعم كتيرة قوي تستحق الحمد. ده في حد ذاته يحسن لك الحالة المزاجية والحالة النفسية بتاعتك. معرفش الكلام طلع بره العيادة، بس هو احنا بنفضفض. الشاهد، التوتر دايما مرتبط بمشاكل العمود الفقري. كتير من العيانين قوي لما بياخدوا ادويه للتوتر الوجع بتاع العمود الفقري بتاعهم بيتحسن اصلا. وكتير من العيانين بنشوفهم عملوا عمليات وحصل لهم مشاكل وما تحسنوش، لان كانت مشكلتهم في الاول مش الغضروف الصغير اللي اتشال بالعمليه، كانت مشكلتهم في الاصل هو التوتر. والتوتر ده ما تسيطرش عليه، بالعكس بعد العمليه لما ما نجحتش وما تحسنش التوتر زاد والقلق زاد، واصبحت المشكله مكلكعه اكتر ومعقده اكتر. والخلاصه، لو انت عيان بتشتكي من مشاكل في العمود الفقري اهتم بصحتك النفسيه، عشان الوجع ده هتحس بيه اكتر لو انت عندك توتر وضغط عصبي. طيب لو انت مرافق العيان عنده مشاكل في العمود الفقري اهتم بصحته النفسيه، وخد بالك ان التعب بيأثر على الصحه النفسيه، والصحه النفسيه بتأثر على التعب وتزود من احساس المخ بالالم. طيب لو انت بقى مش تعبان خالص ولا انت في حد حواليك تعبان، برضه اهتم بصحتك النفسية يا سيدي. انت في النهاية هتعيش في الدنيا دي مرة واحدة، فعيشها وحاول تنبسط بيها رغم كل الصعوبات اللي حواليك. موجودة الصعوبات دي حواليك وحوالين غيرك، بس غيرك بيتبسط وانت مش عارف تتبسط. حاول تتبسط قدر الامكان، واحمد ربنا طول الوقت على نعمه الكتيرة، من باب حتى ان ربنا يزيدك. يعني احمد عشان ربنا يزيدك كمان. يبقى ولئن شكرتم لأزيدنكم. وافتكروا دايما ان الامل موجود. السلام عليكم.